فكره ان حد بيضايقك في الشارع، وفكره ان انت بتنزلي الشارع محمله ب100 فكره قبل ما تنزلي. يا ترى مين واقف على باب العماره، يا ترى مين على اخر الشارع، يا ترى اللي هركب معاه سواق محترم او لا. كل التفاصيل دي محدش مدرك هي بتسيب جوانا مشاعر عامله ازاي. يعني هي التأثير بتاع الحاجات دي ما بيكونش تأثير عابر، وانا هصحى تاني يوم انا تمام، هو اللي حصل امبارح ده خلص. صح. هو انا ببقى كل يوم عندي حساباتي، صح. اللي لو ما عملتهاش هبقى قلقانة اكتر. لو احنا اصلا البرنامج اسمه ان تكون، وقايم على فكره ان احنا بنرسي كده المعنى انه انت مش كائن في الحكايه بتاعتك لوحدك، وفي ناس كتيره جدا زيك وهنلاقيهم هنا في ان تكون. ففي حاجه كده هي مش محتاجه مقدمات. فكره انه ان تكوني بنت في مصر، العنوان او السطر ده يبان عادي، يعني زي ما ان تكون اي حاجه في مصر تمام، يعني موضوع عادي. لكن لا، هو مش موضوع عادي خالص، محدش مدرك انه مش موضوع عادي. تعالي نبتدي كده بدايه ليها علاقه بيومك كبنت في مصر. من اول ما صحيتي من النوم هتشوفي هتلبسي ايه عشان هتنزلي الشارع، هتركبي ايه عشان تروحي المشوار اللي انت رايحاه او شغلك. فقولي لي بقى ايه عن يوم أميرة كبنت في مصر. بيكون في اوقات، شوفي حتى النفس يعني حاسه بيك طبعا. بيكون في حاجات ممكن تبقى شكلها طبيعي في الالتزام بالحاجات السيستم بتاع اليوم، الشغل، المواعيد، كل الحاجات دي. بس في قبل ما ننزل بنفكر احنا هنركب مواصلة عادية ولا هنركب اوبر، عشان واحنا راكبين الحاجات دي احنا هنبقى لابسين ايه، واحنا رايحين فين، وهنروح ده ازاي، عشان ده بيتحدد من قبل ما انزل من البيت طبعا. انا رايحة هلاقي ايه هناك. صح. ففي حاجات لا، وهنزل اول ما هنزل يا ترى اللي واقف على الناصيه مين، وفي ناس واقفه في الشارع بتلعب كوره، وده بقى اللي هو ايه، انا عايزه ابقى في السيف سايد طول الوقت. انا طول الوقت عيني في وسط راسي وانا ماشيه، مركزه. دي حاجه من الحاجات الريسنتلي، يعني مش ريسنتلي قوي، بس مش يعني مؤخرا يعني. بس تعرضت لها ان انا كنت ماشيه في الشارع وحد حرش بيا. فبقيت طول الوقت ماشيه انا بجد ببص على كل الناس اللي حواليا، لان انا مش حاسه ان انا في امان. انا ماشيه ولابسه عادي ولابسه طبيعي، ما انا مش ماشيه بلبس فج او حاجه. فده برضو في حاله ان احنا عاملين حساباتنا واخدين احتياطاتنا وماشيين مركزين. طبعا. بيحصل لا، واعتقد ده بيحصل كتير، يعني هي مش حاجه حصلت لك مره. لا بس هي الفكره ان ده كان موقف صادم جدا، لانه هو مفيش اي شيء اللي يستدعي ده. يعني هي الفكره انه شوفي، حتى احنا على فكره بنسال الاسئله الغلط. هو مش المفروض يكون في شيء يستدعي، اللي هو حتى في حاله يا اخي بس انا عامله كل حاجه زي ما الشارع طالب. ما هو انا دلوقتي مش هقدر اطبق فكره انه انت المفروض تفكير الناس انه انت تعملي اللي انت عايزاه. لا، هو انا مش عايشه في مجتمع شايف ان انا المفروض اعمل اللي انا عايزاه ويحترم ده. هو للاسف كمان هو ده، اعتقد الناس مش شايفه انك تعملي اللي انت عايزاه، وطول الوقت عايزينك تعملي اللي هم عايزينه. فانا محطوطه في فريم، يعني انا كنت بعمل اللي انتوا شايفينه هو ده الشكل الصح والملائم، فانا كنت جوه الفريم وبرده ما سلمتش. فطب ده بقى اعمل ايه؟ يعني المفروض ان الانسان يعمل ايه اكتر من كده يعني. طب تعالي بقى نتكلم في حاجه يا اميره، ويمكن احنا الاثنين هنبقى حاسينها يعني. بس الفكره بتاعت انه ده مش محدش ابدا عارف ده بيسيب جواكي اثر عامل ازاي. محدش عارف او محدش هيقدر يحس قد ما احنا كبنات نتكلم عن ده. فكره ان حد بيضايقك في الشارع، وفكره ان انت بتنزلي الشارع محمله ب100 فكره قبل ما تنزلي. يا ترى مين واقف على باب العماره، يا ترى مين على اخر الشارع، يا ترى اللي هركب معاه سواق محترم او لا. كل التفاصيل دي محدش مدرك هي بتسيب جوانا مشاعر عامله ازاي، ومحدش مدرك هي بتخلينا نتعامل مع المواقف بعد كده ازاي. بالزبط. يعني هي التأثير بتاع الحاجات دي ما بيكونش تأثير عابر، وانا هصحى تاني يوم انا تمام، هو اللي حصل امبارح ده خلص. هو انا ببقى كل يوم عندي حساباتي، اللي لو ما عملتهاش هبقى قلقانه اكتر. فانا كل يوم بيبقى عندي نفس القلق ونفس الوتيره اللي بصحى بيها، ان هو انا اليوم مش سيف. اليوم ما فيهوش مساحه امان تخليني اصحى ابقى ريلاكس، اروح شغلي مبسوطه وهاديه، اتعامل مع الحياه بهدوء. انا طول الوقت مشدوده، وطول الوقت عندي بيجي لي نوبات قلق، لان انا طول الوقت في بقى
مش الشارع بس، طبعا الشارع والتعاملات اللي في السياق بقى بتاع الحياه بشكل عام يعني. طب ممكن بقى ده اللي بيحصل لنا ده وبنتعرض له من ضغط في حاجات بسيطه جدا المفروض ما نكونش ابدا حاسين بيها، ان احنا نلبس وننزل عادي ونتحرك عادي، ومش بنقول ابدا ان احنا نكون مش بنتعامل ان احنا في مجتمع وفي سياق وكل الكلام ده، ولكن مش هنكون فاجين يعني. لكن هل ده مخلينا ان احنا بقينا جيل او بقينا عصبيين، بقى عندنا حاجات ردود افعال بتحصل في حاجات في حياتنا ممكن يكون اصلها ان احنا بنعاني من عنف في الشارع؟ العنف ده مش شرط يكون ضرب يعني، هو العنف ان انت معنفه، حاسه طول الوقت ان في ضغط عليكي، في حاجه اقوى بتمارس عليكي، مش متقاله بشكل معلن بس هي بتحصل في صوره تحرش، نظرات، جمل، كلام، حاجات من النوع ده. فهل ممكن يكون ده السبب في ان احنا بقينا عصبيين متوترين؟ بصي انا بحس ان ده شبه فكره حاله الضغط طبعا صح. هي طول الوقت في بريشر معين بيحصل، مفيش ريليسنج لاي حاجه، ففي ضغط مستمر بيحصل ومفيش التنفيذ او مفيش التعامل مع الموقف بطريقه تحله، فانا عماله بضغط وبتحمل وبمتص لحد ما في وقت من الاوقات انا هنفجر، ان انا عارفه ان انا ما عنديش لا القدره ولا الكيفيه في ان انا انفجر في الموقف الصح. انه حتى لو قسناه على حاجات بتحصل في الشارع انت مش ضامنه ان الناس تبقى معاكي يعني انا يعني انا لو معديه وفي حد بيقول لفظ مش كويس، هو انا هواجه الموقف بحاجه من الاثنين، يا همشي يا هقف اخد الفايت للاخر، الله اعلم الفايت دي تضرب في وشي يا تبقى معايا، ده كل دي احتمالات. ولو مشيتي فده برضو نوع تاني من اشكال الفايتنج، وانك بتحاربي في حته ده ضغط عصبي بقى. ما انت خدتي الموقف وشربتيه ومشيتي جزيتي جواكي بقى اللي هو انت ليه غلطت فيا كده يعني؟ مين اداك المساحه لكده؟ ومين اداك الحق ان انت تقتحم خصوصيه بقى شخص تاني في جسمه وفي شكله وفي شيء انت يعني مالكش اي دخل بيه اطلاقا يعني. وعارفه مش عايزين بقى نروح للحته بتاعت اللي هو لو كل انسان ركز في نفسه وبص في فراته هيلاقي فيها العبر يعني، هيلاقي فيه تفاصيل كتير قوي هو يشتغل فيها مع نفسه. ما هو عشان احنا ما بنبصش على نفسنا، صح طبعا، عشان طول الوقت احنا عينينا برانا، فده ما بيخليناش ناخد بالنا ان احنا اصلا عندنا مشكله. طب هل ده مخلينا مثلا لو رحنا لجزئيه تانية ليها علاقه ببلد البنات يعني، او حاله البنات كده الموجودين يعني في حوالينا وفي صحابنا وفي دوايرنا يعني، في حته الارتباط والمشاعر دايما احنا بيلام علينا وبنتهم ان احنا طول الوقت، عارفه كلمه ايه، انا مش حاسه بالامان. انا دايما عندي احساس ان الكلمه دي ابعد من الموقف نفسه، من الارتباط او من الشخص اللي قدامي. مش بقول لك انت، عارفه انا بقول لك بشكل عام. انا عندي مشكله مع الامان يا استاذ يا كابتن، انا عندي يا مشكله مستر. يا مستر بالظبط يعني. انا اصلا عندي مشكله مع الامان ليها علاقه بان المجتمع مش محسسني بالامان، فانت هتيجي انت كمان تغزلني، مش شايفني تعبانه، مش داخله تعبانه. ما هو بالنسبه لي بتبقى الصوره هي صوره مصغره وصوره اكبر. انا لا قادره احس بالامان في الصوره المصغره ولا قادره احس بالامان في الصوره الاكبر، فازاي هقدر اتعامل باريحيه وباطمئنان في سايدز لا بيجيلي من هنا ولا بيجيلي من هنا؟ انا هجيب الامان منين؟ اقول لك حاجه عشان نكون منصفين برضو، دي اعتقد راجل وست، راجل يعني وست عشان طبعا. نكون منصفين. لا راجل وست طبعا. انا ساعات بيصعب عليا يعني، بحس ان هو انت بحس ساعات ان الراجل عايز يرد يقول لك صدقيني ولا انا حاسس بالامان، بس هو مش عارف يقولها لك بس هو ادينا بنجرب بالظبط. لكن هو نفسه يقول لك انت عايزاني احسسك، والله العظيم انا نفسي مش حاسس بالامان، يعني انت عايزاني احسسك بالامان ازاي؟ فبتحسي ان هي تركيبه صعبه يعني. هي تركيبه وهي دايره، هي ما فيهاش بارت بيشتغل لوحده. هي دايره متصله، وكل طرف ممكن يبقى بيرمي اللوم على التاني، وهو جزء من يعني هو جزء من السيكونس نفسها. صح. سواء جزء في من الدايره كمان، مش القصه وتتابعها الدايره نفسها. صح بالظبط. فهو كمان يا حرام هو لا عارف يعبر عن ألمه بشيء معين، عن ضعفه بالظبط، عن ضعفه، عن ألمه، عن استيائه، ما ينفعش تعمل كذا. فاللي بيبقى ظاهر حاجه والافعال اللي بتطلع نتيجه المشاعر حاجه تانية. طب انتي بقى كأميرة، اكتر حاجه بتتكرر معاكي في اي ارتباط عاطفي او اي قصه ممكن تكون رايحه في شكل ارتباط، ايه اكتر حاجه حاساها بتتكرر بشخص شايفاه قدامي متحقق، بيشتغل، عنده شخصيته، عنده الكاركتر بتاعه، عنده تفاصيل خاصه بيه؟ انتي كبنت في شبهك كتير جدا هيكونوا بيتفرجوا علينا، اكيد. ايه الحاجه الكومن اللي بتتكرر او ايه الحاجه المشتركه اللي بتتكرر كتير في اي علاقه بتدخليها؟ انا عارفه هي ايه بس قولي. لا قولي لي. هقول لك ان انت بتكوني حد مكتمل، ما عندكيش حاجه ناقصه حد يكملها، فدي دايما بتعمل ازمه. هي بتعمل قلق. اللي هو انت شكلك مش محتاجاني بالظبط. ده اللي بيحصل، انه
طول ما الشخص ماشي في الرحله بتاعه اكتشافه لنفسه صح. بيبتدي يعرف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه وبيعترض على ايه وبيوافق على ايه. ده بيبقى مقلق للناس اللي مش بتعرف تتعامل مع ده. برافو عليكي. واللي ما عندهاش نفس السيكونس ده في دماغها بالظبط، لان يا هو جماعه احنا جايين الدنيا عشان نكتشف نفسنا ونغير ونطور. بالظبط. لو اللي قدامي مش كده ما لازم نخبط على حادثه عدائري، يعني احنا خلاص هنعمل ايه؟ ما فيش. بالظبط، ده حقيقي. فالمشكله اللي بتتكرر بشكل يعني مش كل مره بتحصل بنفس الطريقه، بس بتبقى يعني ديفلوبد بقى اللي هو ايه يعني. ما انت بتكبري بقى بتاخد اشكال مختلفه. بس بتبقى كلها بتصب في حته انه انت مش بتسمحي لي انه انا امارس سلطتي، بس طبعا ما بتتقالش كده. طبعا. شوفي حتى انت عارفه تصيغيها، هو حتى تلاقيه ما عرفش يصيغها. طب انا اساعدك انا. لو انت مش بتسمحي لي امارس سلطتي بالشكل اللي انا عايزه. بس بتتصاغ بقى في حاجات تانية. انت دماغك ناشفه، انت ما بتسمعيش الكلام، انت اللي موديانا في داهيه، انت اللي مش عارفه ايه سبب في المشكله. انت عايزاني اكون زي ما انت عايزه. لا انا عايزاك احسن، صدقني والله. عايزاك افضل يعني والله عشانك. طب نسمع، طب نتكلم، طب نتفاهم. انا نايم، انا هقوم انام. في بقى يا اميره جزئيه كده او حاجه برضو بنمر بيها كبنات في هذا المجتمع، يعني او في مجتمعات كتيره بصراحه. يعني في كده شيء بنمر بيه ليه علاقه بالشغل. احنا بنشتغل دلوقتي عشان ايه؟ تعالي نفكر جوه شويه. بنشتغل عشان فعلا عندنا كارير وعايزين نحقق حاجه، ولا عشان نثبت للمجتمع ان احنا قادرين، ولا عشان ايه؟ يعني بعيدا طبعا ان كلنا بنشتغل عشان يبقى عندنا امكانيه ماديه وعشان نقدر نصرف على نفسنا وحاجات كتير جدا. بس بتكلم في الاسباب الجوانيه بقى. احنا كبنات بنشتغل ليه؟ هو سؤال يبان واسع جدا طبعا. بس انت فاهمه قصدي. انا فاهمه. بس انا حاسه ان فكره الشغل نفسها تحمل في طياتها حاجات كتير. في ناس مثلا بتشتغل، في بنات مثلا، يعني انا بشوف ده في بنات بتشتغل شغل هو بيتقال مجتمعيا انه لا يناسب البنات. ده هي اختبرت، ده بيخليها عندها تحدي انها تاكد بالظبط. للناس هي اختبرت نفسها في ده واكتشفت ان ما كانش فيه مشكله من الاول. فانا ليه كان ممكن اتحرم من حاجه انا بحبها عشان في قالب ما حاطتني، عشان في بالظبط عنوان كده مسمين ده شغل الرجاله مثلا. فدي حاجه ان الناس بدات تكتشف نفسها. فكره مواجهه الصعوبات في الشغل او في البيئه المحيطه، هو ده بيساعد على فكره انه لما الشخص يتطور يبقى عنده مهاره زياده. فانا لو انا قعدت في البيت انا ما عنديش مشكله. يعني انا مع فكره ان احنا نبقى بنقبل الاثنين. انا ممكن ابقى صاحيه في يوم انا حاسه ان انا عايزه اقعد في البيت، انا مش اغلب الايام. يعني بصحى كل يوم اللي هو هم 7 ايام في 6 مش عايزين ننزل نروح الشغل. بس في نفس الوقت ده يحترم وده يحترم. رغبة الست في ان هي تشتغل وتطور نفسها تحترم، ورغبة الست اللي عايزة تقعد في البيت وتربي ولادها تربية سليمة طبعا تحترم. طبعا ومؤهلة انها تجيب اولاد. دي قضية تانية. دي ده موضوع دي موضوع تاني خالص يعني. بس معاكي حق فعلا. وهي فكرة، هي ده اللي يودينا لفكرة تقبل الاختلاف بقى. مش عشان انا بشتغل ابقى شايفة اللي ما بيشتغلش ده اللي هو انت ازاي سايبة نفسك كده، ازاي مستسلمه انك تقعدي تعملي اكل وانا في البيت قاعده انت مضيعه وقتك بقى في الشغل ومهمله نفسك ومهمله اولادك. انت كأميرة بقى عندك حاجه عايزه تقوليها كبنت عايشه كده في المجتمع وبيمارس عليها ضغوط كتيره جدا زي ما قلنا من اول ما بتصحى الصبح لحد ما بترجع بالليل؟ ايه حاله او ايه التوصيف اللي تقدري توصفي بيه شعورك، او ايه الحاجه اللي تقدري تعبري بيها عن كونك بنت عايشه في مجتمع بيضغطها بتفاصيل كتير جدا؟ تعرفي تعبري عن ده؟ يعني حاسه عارفه كده لما اجي اقول لك مثلا ايه، انا حاسه اني بنت لكن مطلوب مني ابقى باكت لايك راجل عشان طول الوقت ابقى قادره اخد حقي، ان انا لازم ابقى جامده جدا ومظبوطه جدا في تصرفاتي عشان اقدر اخد حقي، وفي نفس الوقت لازم افضل بنت محافظه على ان شكلي بنت وبلبس لبس كويس فانا حاسه بده. هو ده اللي انا كنت هقوله لك. اللي كنت هقول لك بنت اكت از راجل. انه انا مضطره ابقى بتخلى عن حاجات كتير قوي في طبيعتي اللي ربنا خلقني بيها عشان اقدر اسرفايف. صح. من شكلي، من جسمي، من لبسي، من كل حاجه، من اختياراتي. وربنا خلقني بني ادمه حره عندها مساحه الاختيار. فانا محتاجه ان انا ابقى بحد من اختياراتي، لان اشوف ايه اللي هيتناسب معاها عشان انا ما بقاش في ما تخشيش في خناقات وانهاك بالظبط. ما نبقاش في مساحه خطر. خليني اقول لك لو على الشارع فعشان ما بقاش في مساحه خطر. صح فعلا. لو على الشارع عشان ما نبقاش في مساحات خطر وما نبقاش في ساحه حرب. تخيلي بقى
فهو عشان اجمالا كده هو البنات مضطرين طول الوقت ان هم فعلا يمارسوا او يقوموا بمهام، ان هم يقوموا بادوار رجاله، مضطرين. اكيد مفيش حد نفسه يقوم بادوار رجاله، 1,000,000%. ده حقيقي. اكيد الام اللي شايله البيت راجل وست مش نفسها تعمل كده. اكيد البنت اللي طول الوقت مضطره انها تبان انها عامله كده، دي اكيد هي مضطره تعمل كده. ما حدش غاوي شقه، ما حدش غاوي شقه ولا حد غاوي ان هو يتخلى عن فطرته الطبيعيه الانسانيه، ان هو يكون عنده من الرقه وعنده من الهدوء وعنده من الاهتمام بنفسه بشكل مبالغ فيه. الاضطرار ده احنا كلنا ذنبنا فيه، احنا اللي عارفه دنيا هي اللي بتجرحنا، احنا اللي بنجرح نفسينا، هو احنا اللي عاملين كده، سواء اساليب تربيه او سواء رجاله دخلت حياتنا اذتنا باشكال او باخرى، او ان راجل وست مش عارفين يتواصلوا، فكلنا داخلين الخناقه دي مع بعض. فهو الحل ان احنا نساع بعض، عارفه نساع بعض فعلا، نوسع لبعض عشان نعرف بس ايه نتنفس. انت كراجل وست مضغوط علينا في المجتمع، نساعد بعض عشان نكون كائنات افضل. يعني مش محتاجين نتخانق. بالظبط، صح، لان احنا تعبانين، احنا في ظرف كمان وفي ظروف كلنا منهكين، فمش محتاجين نتخانق. مش محتاجين نتخانق، صح يعني. وربنا معانا احنا كبنات في المجتمع يعني نحاول